ويلكم باك بفيديو نيكست ليفل جديد. اليوم الخطه انه يصير رامي عبد الحي، ولحتى يصير رامي عبد الحي لازم نشوفه شو عم يعمل بالفتره الاخيره. اوكي، رامي عم بعمل حالي انا ما بعرف شو عم يعمل. انا حضران له ملخصين سبايدر مان، حبيتهم كثير ولهيك حبيت اني انا الخص الجزء الثالث، بس قلت انه لا خلص ما بدي احطه بموقف محرج انه اعمل فيديو احسن منه هيك، بتعرفوا يعني قتل العناق ولا قتل الارزاق. المهم بالفتره الاخيره رامي مركز على ملخصات الافلام، عم يشوف هيك فيلم هو بيحبه ويلخصه. والله انه حربوه هالصبي، والله وقت مشاهده عالي 50 دقيقه، يعني بين 6 و12 اعلان، يعني مصاري كابينه. والله استمر والله انك زلمه. المهم لصير رامي عبد الحي بدي اشوف سلسله فخمه جايبه مشاهدات عاليه، احكي عنها وجيب مشاهدات عاليه. اذا قعدنا ندور هيك بالانترنت نزلنا شو الشيء الفخم اللي لحد هلا الكاتب تبعه عم يحلف فيه لانه بيجيب مصاري كثير؟ ون بيس. شبك عم تطلع فيني هيك، يعني اكيد ما راح اعمل ملخص لل 50,000 حلقه اللي منزلينهم عن الانمي. نتفليكس منزلت من حلقات مسلسل ون بيس الواقعي، ما بعرف مين ما حضره، جدا جميل. فحسيت انه اذا بعمل ملخص عنه ساعه بجيب ساعات مشاهده، بجيب مصاري كثير، بجيب بوغاتي، بصير مستر بيست. يا محمد يا محمد لو تزبط يا محمد. ون بيس عمي اذا زبطت. ون بيس عمك، ون بيس عمك. كمان لتصير رامي عبد الحي لازم تكون مجرد من المشاعر، حياتك مو محكي بنات ولازم تحكي مثل الروبوت. هلا اول وحده ايزي جايبينها، انا بحياتي محكي بنات، يعني انا حتى هيك بالمرحبا اذا بشوف السمعه طيبه ما راح احكي عن حالي، اسالوا عني السمعه بتحكي عني الحمد لله. والثانيه اني احكي بلا مشاعر، هي المفروض ايزي، بس علي اني ضل عم بحكي هيك لاخر الفيديو، هيك لاخر الفيديو، عرفتوا كيف؟ هلا بتحكوا لي عم بظلموا، يا اخي اتركوا كل شيء من ايديكم، هلا روحوا احضروا ملخص سبايدر مان. هلا بتحس تبع الاي اي هو اللي ملخص لك يا مو رامي، مستحيل. اخي لننهي الجدل اكتبوا لي بالتعليقات اذا رامي عبد الحي سايبورغ ولا لا. قبل ما بلش الفيديو، رامي جدا جدا بحبك وانت شخص جدا اكابر ومحترم، رد علي على الانستا بدي ابعث لك عشان تشوف الفيديو. ون بيس، لما كنت صغير مثلي مثل باقي الاولاد حضرنا ون بيس على سبيس تون. اذا انت مثلي حضرت ون بيس على سبيس تون معناتها انت ما حضرته للانمي بنوب. ليش؟ لانه سبيس تون بتجيب لك 40 حلقه، تعمل لهم هيك ميكس، تعرضهم حلقه قبل حلقه، حلقه بعد حلقه. ليش؟ لانه حلقه جابت مشاهدات اكثر، فبنرجع بنعيدها وبنغير ترتيبهم عادي، وبنغير المسميات وبنغير. طبعا هذا الشيء ساهم بالمحافظه على اخلاقياتنا وسمعتنا الطيبه، ساهم يعني بالمختصر سبيس تون ضربت علينا احلى الانميات مثل انمي دراغون بول وون بيس وناروتو. المهم قبل ما نبلش، ترى لوفي هو اللي الهمني اني I'm gonna be the king of the pirate. ببلش المسلسل من احداث قبل 20 سنه لما بيكونوا لاقطين جولدي روجر بدهم يعدموه، وقبل ما يعدموه بيقول لكل الناس اللي عم تتفرج عليه انه كنز ون بيس هو موجود. بغض النظر انه الكاتب ما بيعرف شو هو، يا خوفي يطلع قوه الصداقه او مثلا الرحله مع الاصدقاء هي كنز ون بيس. الشيء اللي بيحكيه روجر بيلهم اجيال جديده لتنطلق لتبحث عن كنز ون بيس، وبعد 20 years later ما حدا لاقى الكنز، طبعا لانه ما له موجود. وانا هلا هيك حرقت على كل متابعين ون بيس النهايه. هون بيدخل لوفي على القصه اللي هو شاب متفائل اخوت بده يصير ملك القراصنه، والخطه تبعه انه يلاقي كنز ون بيس ويصير ملك القراصنه. طبعا ملك القراصنه المستقبلي بنشوفه غرقان فيه القارب الصغير اللي عم يبحر فيه. بعدها بنشوف القرصان المطلوبه الفيدا، يلي شعار سفينته قلب حب. ما بعرف كيف زبطت تكون مخطط تصير قرصان وتغزو البحر بس شعار سفينتك قلب حب. بعدين بيفرجونا سفينتين كبار عم يتخانقوا، وحده عم تقول للثانيه فلت بفلت، فلت ما بفلت، بمرقه البرميل اللي نايم فيه لوفي. لا بربك. بعدين قرصان من قراصنة الفيدا يلي هو كوبي طلع عليها، هلا هاد شكله شكل قرصان. لما كنا صغار لما كنا نسمع كلمه قرصان كنا نتخيل انه واحد رجله مقطوعه حاط بدالها خشبه، عينه مقلوعه حاطه بايده عم يستخدمها بوصله، بس يا اخي نتفليكس بتعرفوا تدخلات ما بتقدر. المهم هذا كوبي مضطهد بالسفينه عم تشغله الفيدا جير بكعكه، وبصير لوفي رفيقه وبيدافع عنه. طبعا لوفي بيعرف يقاتل لانه عنده قوه مطاطيه، لانه هو صغير كان زعلان من شانكس اللي ما خلاه يطلع معه على السفينه ويصير قرصان، مثل باقي النسوان، مثل باقي اللي بيكونوا زعلانين بيروحوا بياكلوا. فشاف فاكهه بتشبه مجرب تشبه الحجره، قال لك كل شيء ببلاش كتر منه. بعد ما اكلها بيروح شانكس بيقول لك هي فاكهه الشيطان، انت شو عملت بحالك؟ المهم بنرجع للمعركه بين لوفي والفيدا. لوفي بيضربها ضربه القاضي علكه نو. اوكي نكتة بايخه بعرف. لوفي هدفه يصير قرصان عظيم مثل قدوته شانكس، يلي شانكس انقطعت ايده هو عم يدافع عن لوفي بنص البحر قبل ما يهاجمه وحش بحري، فالوحش البحري احسن ما ياكل لوفي اكل ايد شانكس. قام لوفي شاف هذا الوضع وتشكره وقال له اشبك ام حماد كلياتها ايد، عندك وحده ثانيه. قام اقتنع شانكس وقال له خذ هي الطاقيه صغرت علي. وليلاقي لوفي الون بيس هو بحاجه لخريطه، لهيك بيروح على القاعده البحريه تبع المارين ليسرق وحده. طبعا لوفي فجعان لازم قبل ما يبلش بالخطه اللي هي مو موجوده يروح ياكل. هو عم ياكل بنشوف اول ظهور لرورونوا زورو، يلي بيفرجونا انه باوقات فراغه بيشتغل صائد مكافآت، بيستخدم 3 سيوف بس السيف الثالث بخبيه للاشخاص المحرزين. انت المحرز حط لايك. المهم زورو بيعمل له فركه اذن للدلوع ابن قائد البحريه، لهيك بيربطوه كعقوبه. وبنفس الوقت لوفي بيكون طالع من الريجار لانه هي الخطه الفخمه تبعه ليقتحم القاعده، وبيشوف واحد مسجون بيسلم عليه وبيقول له I will be the king of the pirates. مثل اخوك الصغير لما تتركه دقيقتين مع الضيوف يبلش يطلع اسرار قدامك. بعدها
بعدها بيحرره بيقول له تعال انضم للطاقم تبعي. بعدين بنشوف نامي لابسه ثياب البحريه لانه ضحكت على هداك الزلمه اللي بالبار وقالت له تعال نلعب مونوبولي، وهو قال لها ايه يلا نروح. بعدين ضربته واخذت له ثيابه لتتسلل فيهم. وبنشوف لوفي بيلتقى بنامي بغرفه الخرائط لانه اثنيناتهم بدهم يسرقوا الخريطه. بعدين بيكتشفوا انه الخريطه بالخزنه بغرفه القائد، وهن رايحين على غرفه القائد بيشوفوا له القائد بيقوم لوفي كالعاده بيقول له مرحبا انا بدي اصير ملك. تقوم نامي بتنكشه وبعدين بتقول للقائد هذا السجين تبعي وبينفذوا منه. ومو بس هيك، نامي لانه ايدها خفيفه قدرت تسرق منه مفتاح مكتبه اللي موجود فيه الخريطه. وهن عم يحاولوا يفكوا الخزنه، بيجي قائد البحريه بيكتشفهم، بيقوم لوفي بشغل مخه وبيسرق الخزنه كلياتها باللي فيها. بعدين بيلاقوا حالهم لوفي وزورو ونامي بمواجهه البحريه كلياتها. وهون عم نشوف اول اجتماع للطاقم، بس طبعا لسه زورو ونامي مو معترفين بهذا الشيء. بعدين بيجي قائد البحريه مورغان يد الفأس لانه ايده فيها فأس، عرفتوا كيف؟ بيتواجه هو وزورو وبيحكي له فلت بفلت. بيقوم مورغان بيقول له شقك وشق ابوك. شقني وشق ابوي. بيقوم بيتحمس وبيحط السيف الثالث بتمه. اخر شيء بيتعاون لوفي وزورو وبيهزموه. وهون كوبي بيخبر لوفي انه انا ما بدي اروح معك، انا بدي اصير جندي بحري وما بدي اصير قرصان. لوفي هون بيطلع عليه وبيقول له علاوي حبيب قلبي ابو حسين. لا عم امزح. بيقول له صحيح رح نصير اعداء بس انا متاكد انه رح نضل رفقات. المنطق. ولان لوفي بيدعم الاخرين ليحققوا احلامهم بيقول له روح الله معك. وبتبدا هون رحله لوفي بيصيروا معروفين باسم قراصنة قبعه القش. وبتقعد نامي بتشرح لهم ليش هي الخريطه مميزه كثير، وبتحكي لهم انه البحر مقسم ل4 اقسام وفي خط كبير بيناتهم، وبنص هذا الخط موجود الجراند لاين، اكثر مكان خطر على كوكب الارض. وهي الخريطه اللي سرقوها هي الخريطه الوحيده اللي بتدل على هذا المكان، لهيك هي كثير مميزه. وبسبب هي السرقه بيكون هذا الطاقم الصغير لفت نظر نائب الادميرال جارب. وبالمناسبه التليفونات بهذا المسلسل هن حلزونات، ولما بيقطش الخط بيحكي له حلزونك بطيء ما عم بفهم عليك. لا عم بمزح، لا لحدا يطلع من الفيديو. جارب بده يقود مجموعه من المجندين الجداد مشان يطاردوا لوفي وطاقمه، وبيكون من بين هالمجندين كوبي وابنه اليد الفأس اللي عمل له زورو تسريحه شعر مرتبه لما شافه بالغرفه بالزلط، حكى له تعال اقص لك. بعدين عملوا كت وطلع قص له شعره، انا نيتي عاطله ما بعرف اذا حدا غيري نيته عاطله. ومو بس المارين عم يلاحقوا لوفي، في قراصنه ثانيين عم يلاحقوه كرمال ياخذوا الخريطه. واول واحد فيهم هو القرصان باقي المهرج. وباقي لما شاف لوفي بيتذكر هي الطاقيه لمين، لانه كان هو وشانكس رفقات. بعدين لوفي بيطقه بوكس بيطير له راسه، وبوكس واحد قتله القرصان. بعدين نكتشف انه راسه للزلمه رجع محله وانه هذا الزلمه مقطع موصل، وهو كمان طلع اكل فاكهه الشيطان اللي عطيته قدرات خاصه. وبيمسك لوفي وبيحطه بصندوق فيه ميه بحر لانه كل اللي اكلين فاكهه الشيطان بيغرقوا بميه البحر. بعدين بنشوف نامي وزورو فكوا حالهم وانقذوا لوفي باللحظه الاخيره، ولوفي بيتغلب عليه لباقي وبيحبسوا كل قطعه منه بصندوق. وهلا بينطلقوا ليدوروا على سفينه وبيتراهن نامي ولوفي. نامي بتقول له ما فيك هيك تروح لعند اي حدا تقول له مرحبا عمو بدي اياك تعيرني سفينتك وهو يعيرك اياها، لازم نسرق وحده. ولوفي بيقول له لا الحياه ورديه والعالم لسه بتعير بعض السفن، شو ما عاد ضل خير بالعالم. شوي شوي عم حس انه لوفي ما بيعرف شو يعني انك تصير قرصان. بعدين لوفي بيلتقى مع مسيلمه الكذاب اوسوب يلي بكل قصه بيحكيها لازم يرشل له اكسترا بهارات. لوفي بيطلب من اوسوب يبيعوا السفينه، واوسوب بيقول له هي السفينه مو الي بس انا صديقه المقرب لصاحب السفينه. بعدين اوسوب بياخذ لوفي لعند كايا، وكايا بتحب كل كشاته لاوسوب لانه كشاته بتخليها تضحك، وكالعاده طريق القلب اي مرة انك تخليها تضحك، والمصاري. لا بمزح اكيد مو كلهم هيك يعني. وبس يلتقوا بكايا، كايا بتحكي لهم تفضلوا ناموا عنا الليله لانه اليوم عيد ميلاد. وبنشوف الخادم تبع كايا عم يدير باله عليها لانه تعبت، وهو بيحبها كثير. وشوي ثاني بيبين معنا انه هاد واحد مخادع، وهو بالحقيقه القرصان كورو قائد قراصنة البلاك كات او القطه السوداء. وبنكتشف كمان انه هي ما كانت تعبانه، وانه هو طول الوقت عم يسممها كرمال تحس بالتعب وتنجح خطته اللي هي انه بالاخير يقتلها ويستولي على كل مصاريه. اوسوب بيكتشف هذا الشيء وبيحاربه بالنقافه تبعه، بس كورو بيكون كثير سريع لانه هو كمان اكل فاكهه الشيطان. اوسوب بيفرش بفك سبرنت وبيروح ليحاول يخبر اهالي القريه انه في قراصنه فيها، وما بينجح وبصير فيه مثل قصه الراعي والغنمات، لانه بنشوف فلاش باك له هو صغير كان على طول يركض يقول قراصنه قراصنه والكل يرد عليه ويتخبى، واخر شيء يطلع كذاب، ولهيك ما عاد حدا صدقه. وكمان لما كان صغير ابوه قال له رايح يجيب حليب وترك وصار قرصان وما عاد رجع. بعدين بنكتشف انه لوفي بيعرف ابوه لاوسوب وبيحكي له انا بعرف وين ابوك عند مرته الثانيه. لا عم بمزح. بيقول له ابوك من طاقم شانكس. بعدين اوسوب بيلتقي بهذا النعنوع يلي امه بتكرهه، يلي دق الباب على البحريه وقال لهم مرحبا انا نعنوع وبدي يصير جندي. قام طالعوه دوريه مع نائب الادميرال جارب. كوبي بيصدقوا لاوسوب بيروح معه على البيت، بس كورو بيقنع كوبي انه اوسوب كذاب، وبيقول له القرصان الوحيد بهذا البيت هو لوفي، وبيسلمه اياه اللي هو كمان لوفي 3/4 ميت لانه فجعان واكل 3/4 طنجره السم اللي كان المفروض كايا تاكلها. بعدين لوفي بيستفرغ اللي اكلهم على ابن يد الفأس اللي مدلل، تحس هاد يا اخي جايبينه ممسحه. ولوفي بيقنع كوبي انه فلتني كايا بخطر ولازم انقذها، وبيروح ليقاتل كورو. والكاتب هون بيفرجينا قديش لوفي بيحب رفقاته وبيحب يساعدهم، وانه عمل كل شيء بس لا تقرب على رفقاته. وبيتوحش لوفي بيطق نطحه اسطوريه، نطحه الجام جام بول، بيطق اياها بخليه يوحد ربه كرمال تشكرهم كايا لانه انقذوها، بتعطيهم السفينه. وهيك بيكون لوفي فاز على نامي بالشرط. بدي احكي شغله اذا ما حكيتها انه الي من الاول، نامي ولا فيقي خلص بس. وهون اوسوب بينضم للطاقم لحتى تصير عنده مغامرات حقيقيه ويبطل كش، وبنظره انه هو خلص صار القائد العظيم قبطان السفينه اوسوب، بغض النظر انه لوفي هو القبطان الحقيقي، بس انه قال له ايه وضحك عليه. وهن وعم يبحروا بيكتشفوا انه جارب وجنود البحريه وصلوا له. بعدين بيطلع لوفي على جارب وبيقول وبيعطونا فلاش باك انه لوفي من هو صغير بده يصير قرصان وجده معارض على هذا الشيء. وبنشوف جارب عم يقول له اعطيني قطراف راسك. بيقوم لوفي برد عليه وبيقول له Call an ambulance! Call an ambulance!
but not for me. ولانه مطاطي بيعكس القذيفه وبيرجعها على سفينه جده، وهيك بيقدروا يهربوا وبيروحوا على مطعم للقراصنه يلي اسمه باراتيه يلي كان لوفي يحلم يروح عليه. وبنشوف جوا الماستر شيف سانجي يلي مديره بيكرهه لانه سانجي بيرتجل وبيطلع على المنيو تبعه، وبيقول له يا بتلتزم بالمنيو يا بتنقلع بتشتغل قرصون. وهي اللي صار، اشتغل قرصون وقابل طاقم لوفي وراح تغزل بنامي وحكى له ما في منك على تفيقي، هي اخر مره والله. بعدين بنشوف جارب عم يحاكي واحد من امراء الحرب بالبحار، دراكول ميهوك. ميهوك هو قرصان موظفته حكومه العالم لانه صعب عليهم انه يجيبوه، وهو افضل سياف بالعالم. وبنعرف انه زورو كمان من هو وصغير حلمه انه يصير اقوى سياف لانه وعد رفيقته يلي ماتت انه يصير هيك. والسيف الثالث لهيك على طول بيخليه معه. وبيجي وقت المبارزه وزورو بيكون عم يتحضر بينما ميهوك بيطالع سكين التفاح، بيقوم بيطلع عليه زورو بيقول له شبك اخي. هون ميهوك بيعطيه رد، يعني المفروض زورو يرجع يعيد النظر بحياته، مرة قصفه دمره، بيحكي له انا ما بصطاد ارانب بمدفع. ورغم انه زورو استخدم 3 سيوف، بنشوف ميهوك كسر له سيفينه لانه فرق المستوى بيناتهم كثير كبير. وهذا الشيء استغلال رائع من الكاتب، لانه انت عم تشوف الشخصيات من لما كانوا ضعفاء وكيف تطوروا لحتى شوي شوي صاروا عظماء. وميهوك اعجب بشجاعه زورو، لهيك جرح وجرح يضل معلم بس ما يموته، وبيحكي له بس تصير اقوى تعال واجهني. وبالنسبه لهدفه الاساسي لوفي، حب الشعله اللي جواته وتركه كرمال يشوف شو بده يطلع معه بالمستقبل. وهلا يلي عم يطارد لوفي القرصان ارلونغ يلي هو قائد رجال السمك او الفيشمان، وقدر انه يلحق لوفي من خلال باجي لانه باجي تارك اذنه جوات طاقيه لوفي، لهيك قدروا يتعقبوا. ولوفي ما قدر يهزم ارلونغ لانه قوي كثير. وقبل ما ارلونغ يخلص عليه بنشوف نامي عم تتدخل، وبنكتشف انه هي خاينه، وانه من الاول هي عم تخدم ارلونغ وتقول له انت ليش عم توسخ ايدك، خلص زته واترك البحر يتكفل بالباقي، خائنات ولو عبدوه. بيقوم ارلونغ بزته بالمي، وبعدين بنشوف لوفي عم يقول How are you? I am under the water. طبعا بينغزه سانجي، ولوفي مثل باقي الشباب الخواريف ما صدق انه هي خاينه وقال لا اكيد في شيء، وبيروح ليحكيها. وبنشوف كمان سانجي عم ينضم للطاقم يلي هدفه انه يلاقي مطعم الاول بلو يلي فيه مكونات اكل من كل البحار الاربعه، والاول بلو موجود بالجراند لاين يلي متجه عليه لوفي. بعدين بيعرضوا لنا فلاش باك لسانجي يلي بيختطفه مدير مطعمه بالمستقبل يلي هو قائد قراصنه الدريدد شيف، وتحطمت فيهم السفينه وعلوا على صخره، وبنشوفهم عم يتقاسموا الاكل بين بعض. بعدين بعد 72 يوم بيتضح معنا انه سانجي كان اخذ كل الاكل، وانه القبطان ضحى بحاله وضل كل هالايام بدون اكل، كرمال يضل عايش اضطر ياكل رجله. بعدين بنشوف الطاقم رايح على مقر ارلونغ كرمال يحاكوا نامي، ومقر ارلونغ قريب من القريه اللي ربيت فيها نامي. بنشوف فلاش باك لنامي هي وصغيره، ارلونغ عم يحتل القريه وقتل امها. بعدها نامي خانت اهل القريه وانضمت لارلونغ، ولما بدها ترجع على القريه بترجع بس كرمال تاخذ اتاوات. وبس يشوفها لوفي بيحكي لها انت اكيد في شيء غلط صاير معك، انت كثير حدا منيح، جبت لك 4 أقراص فلافل. وقالت له لا انا ماني هيك وحل عني. بس نامي بالحقيقه هي شخص منيح، لانه بالاساس هي ضحت بحالها وانضمت لارلونغ وقالت له اذا بعطيك 100 مليون بيري اللي هي العمله عندهم بتحل عن القريه، وبتقدر بالاخير تجمع له المبلغ. بس ارلونغ بالاخير بيغدر فيها وبيخل الاتفاق، ونامي بتعصب كثير وبتقرر تشطب الوشم اللي على ايدها يلي هو اساسا بيرمز لقراصنه ارلونغ. وبيجي لوفي بيمسك ايده وبيحكي لها I will be the king of the pirates. لا عم امزح، بيجي ليساعدها وبتقول له انت جاي تساعدني بعد ما خنتك؟ بيقوم بيحط لها الطاقيه على راسها وبيقول لها Of course I will. وبيروح الطاقم بيهجم على حفلة المسبح تبع ارلونغ، وبصيروا يتقاتلوا كلهم، وسانجي بيقاتل بس بالرجلين. الطاقم بيقرب لياكل قتله، بيقوم باقي بيحكي لهم فكوني بساعدكم، وفكوه بس ما ساعدهم. بعدين بنشوف سانجي وزورو عم يتنافسوا مين بيجيب سكور اعلى. بعدها بنشوف لوفي رايح ليواجه ارلونغ وهو كثير معصب من الشيء اللي عمله مع نامي. طبعا ارلونغ لساته كثير قوي واقوى من لوفي، وهذا الشيء اللي استغله لوفي ليدمر مقر ارلونغ. وبنشوفه عم يستخدم حركة جام باتل اكس وبيهدم المبنى بالكامل فوق راسهم. وما خلصت الحرب وعم السلام لسه لا، لانه لوفي بيلاقي جده جارب ناطره على السوكه، بدل ما يروح يساعده وينقذ اهل القرية سبحان الله كلهم بيتوحدوا ليخلوا قدام لوفي. وبيكون جده بده يلقي القبض عليه، وبيأمر كوبي بهذا الشيء، وكوبي بيرفض هذا الشيء وبيقول له لا لوفي هو الشخص المنيح هون وانا ما راح اتبع اوامره. وبينضم له هذا الاشقر اللي ما حدا بيعرف اسمه من السلسله كلها، وبصير شخص جيد وبصيروا رفقات هو وكوبي. طبعا طنجره ولقيت غطاها. بيقوم جارب بيطلع عليهم هيك وبيقول I'll do it myself. وبيطقوا قتله للوفي بيمسح فيه الارض وبيحكي له حاجتك لعب واكل هوا. يحذركم لوفي شو رد عليه؟ And I will be king of the pirates. بيقوم جده بيتركه بيقول له خلص انت فزت، انا كنت بس عم اختبرك لشوف قديش انت جدي تجاه حلمك، بس المره الجايه اللي بشوفك فيها رح اضطر اني اعتقلك. بعدين بنشوف لوفي مبسوط كيف حطوا جائزه على اسمه واخيرا، وبيودع رفيقه كوبي اللي بالمارينزو وبيقول له انه بهي الحياه عادي ممكن يكون في قراصنه جيدين ومارينز سيئين، انت اللي بتختار. وبيوعدوا بعض انه هن الاثنين يضلوا بالطرف المنيح. جارب كان مبسوط من جوز الحمام انه وقفوا مع الحق، وعين هدول الاثنين حراسه الشخصيين. هلا جارب ما بده حراسه لهيك حطهم، بس انت تخيل هدول الاثنين حراسك الشخصيين شو بيكون صار فيه؟ خالصين يعطيك العافيه. وشهره لوفي الكبيره بتخليه هدف لكل الاشرار، وخاصه انه هو ما قتل حدا لهيك كلهم رح يرجعوا. وهي الطريقه عملوها كرمال يخلوكم تتحمسوا للجزء الثاني. انا رامي عبد الحي، بشوفكم بالفيديو الجاي. يوتيوب سكوت غير مريح.
والله تعذبت كثير اني اكون رامي عبد الحي، انك تكون هيك شخص سنجل وبلا مشاعر، شيء كثير صعب. لا عم امزح، انا سنجل 20 جاد رقمي بالوصف. خلينا نتفق انه محتوى رامي جدا ظريف وشيء متعب كثير اللي بيعمله، وهو كانسان شخص جدا اكابر، بتمنى اتعرف عليه. لهيك لا تنسوا تدعموه وتروحوا تحضروا ضروري جزئين تبوت الاول والثاني سبايدر مان، لانه الجزء الثالث انا متاكد حيموتكم ضحك. وطبعا تابعوني على موقع لا تنسوا لايك وسبسكرايب. سلام.